وانت لسه بتشتري سماعات وتكتشف بعد نص ساعة ان ودنك بتستغيث؟ الخناقة دي حرفيا خلصت مع ساوند كور ليبرتي بادز. تصميمها سيمي ان اير، يعني قاعدة في ودنك بشياكة من غير وجع قلب، لا هي كاتمة صوتك ولا نفسك ولا هي بتقع وانت لابسها 4-5 ساعات كأنك مش لابس حاجة اصلا. انا الحاجات الخفيفة دي بقت جميلة جدا وهي بتلزق في الودن من غير ما تحسسك بالخنق. بص، هي اكبر فوبيا عند اي حد بيلبس سماعة الزحلقة في المترو او انت بتجري تبص تلاقيها راحت مسلوطة من ودنك وسلامتك بقى، اقعد دور عليها 100 سنة. هنا ساوند كور حلت المشكلة دي بالزعانف بتاعة التثبيت، مش عارف هتبان في الشاشة ولا لا، اللي بتتشال وتتركب ومعاها 4 مقاسات عشان تفصلها على بصمة ودنك بالظبط. ثبات محترم وفي نفس الوقت ودنك متهوية مش متقفل عليها بصمغ. طيب والشياكة دي صوتها ايه؟ بص يا سيدي، السماعة دي جاية بدرايفر 11 مللي، بتقدم بيز محترم بيخليك تفصل عن العالم مع مايكين عزل وتفاصيل صوت واضحة سواء بتسمع بودكاست أو دبدبة مزيكا. ولو انت بتاع مكالمات كتير في وسط الزحمة فالمايكات هنا زي ما قلت لك بمايكين عزل ومدعومة بالاي اي. احنا لازم نقول الاي اي علشان تعزل دوشة الشارع وتخلي صوتك انت بس اللي واصل للطرف التاني بشكل فل شبعة منورة. نيجي للتحكم، اللوجو اللي على السماعة مش منظر بس كده وخلاص، لا، في تاتش كنترول سريعة جدا، لمسة توقف، لمستين ترد من غير ما تطلع الموبايل كل شوية وتبص عليه. انا ما اكدبش عليه، انا ما بحبش شغل التاتشات ده وصوابعي ما بتعرفش تحفظه لاني على قديمه بشتغل من الاب، واب ساوند كور ممتاز وفي كل الاباشن الاوبشنات المهم يعني علشان اكون صريح معاك في تضحية هنا علشان ينزل بالسعر ده. ما انا جاي لك في السعر، اصبر عليا. التضحية هنا ان السماعة دي ما فيهاش شحن لاسلكي اللي هو الوايرلس تشارجنج، بس هل ده عيب؟ هل هيأثر على التجربة؟ صراحة التعويض هنا ان 10 دقايق شحن بس يدوك 4 ساعات تشغيل كاملة، والعلبة كلها بتفول في اقل من 3 ساعات. لو يومك طويل السماعة دي نفسها طويل معاك، بتديك 7 ساعات متواصلة، ومع العلبة بتوصل ل 30 ساعة. انت عايز ايه اكتر من كده؟ وحتى لو شغلت العزل علشان تفصل عن دوشة اللي حواليك هتكمل معاك لحد 26 ساعة اجمالا. طيب ساوند كور ليبرتي بادز هي صفقة تقدر تقول عليها القيمة مقابل السعر. لو بتدور على راحة ومكالمات نظيفة وبطارية ما تغزلكش بسعر حنين حوالي $100، ما انا قلت لك اني جاي لك. قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتعصبك في سماعات الان اير العادية، ولو عايز تعرف الالوان اللي بتنزل بيها السماعة دي وهتلاقيها بتتباع فين سيب كومنت وهبعت لك اللينك فور. مش بس كده، وهسيب لك كود هيديك خصم $20 من ثمن السماعة مرة واحدة، بس ده لفترة محدودة.